لو بتقدموا على وظائف وبتبعتوا عشرات ويمكن 100 ابلكيشن ومفيش حد من الشركات دي بيجاوب غير لو جاوب بالرفض، فغالبا السي في بتاعكو فيه غلط من الغلطات اللي هنتكلم فيها في الفيديو ده. وكمان غالبا مش بتعملوا الحاجات اللي هقول عليها لازم تتعمل في السي في وفي وقت التقديم على شغل. انا كنت في نفس الوضع ده لحد ما لقيت الطريقة الصح اللي اكتب بيها السي في اللي جاب لي جوب اوفرز في الأمم المتحدة وفي شركات عملاقة زي PwC في دول مختلفة زي بريطانيا، جنوب أفريقيا، السعودية، مصر ودول تانية. في الفيديو ده هنعمل مع بعض سي في كلمة بكلمة وخطوة بخطوة من الألف للياء. وانا باكد لكم لو كتبتوا السي في وعملتوا الحاجات اللي هقول لكم عليها في الفيديو ده فرصكم في القبول هتزيد بشكل كبير جدا جدا جدا. لو اول مره بتشوفوني، انا اسمي شريف علاء ودي الخلاصه عن كتابه السي في. يلا نبدا. السي في هو أهم وثيقة في حياتي العملية والمهنية والأكاديمية. هو بيلخص سنين تجاربي وخبراتي ودراساتي ومهاراتي ولغاتي اللي بتكلمها، وبيقول أنا عايز أعمل إيه، وهو اللي بيحدد إذا كان هيبقى ليا فرصة في التعيين ولا لأ. لو فاكرين ان الهدف من السي في ان هو يجيب لي وظيفة، فده مش صح. الهدف من السي في ان الاتش ار او الهايرنج مانجر لما يشوفه يقول والله مش بطال، حطوه على جنب، انا بس عايز اشد انتباهه. 7 ثواني هي المدة في المتوسط اللي بيقضيها الاتش ار او الهايرنج مانجر ان هو يشوف السي في بتاعي، فانا عايز اعرف ازاي اشد انتباههم في ال7 ثواني دول علشان بس اتحط على جنب، يمكن يتعمل لي شورت ليستنج. هي دي وظيفه السي في، وهو ده اللي احنا هنقول ازاي نوصل له في الفيديو ده. السي في او اختصار كوريكولم فيتي هو سيرتي الذاتيه، انا اشتغلت ايه ودرست ايه وخبراتي ومهاراتي ايه علاقتها بالوظيفه اللي انا بقدم عليها. محتاج استغل كل كلمه في السي في ان هي يكون ليها لازمه، وان انا اتجنب اي حاجه ملهاش لازمه، علشان زي ما قلنا 7 ثواني. لو في ال7 ثواني دول جه كلام ملوش لازمه في عين اللي بيعين، هيرمي السي في بتاعي ومش هياخدني في عين الاعتبار في التعيين. احنا هنا بنتكلم عن سي في بالانجليزي. لو انتوا في دوله اللغه التانية فيها بعد العربي فرنساوي زي مثلا دول المغرب العربي، فطبقوا الكلام اللي انا هقوله ده على السي في بتاعكم اللي بالفرنساوي. اما لو احنا في دوله زي مصر، فالسي في بتاعي لازم اعمله بالانجليزي. هو ده الواقع. السي في بتاعي اللي بالعربي مش هيوديني قدام كتير. ممكن في ناس بيبقى عندها سي في بالعربي وبتاخد وظايف وكل حاجه، بس اي شركه بروفيشنال مالتي ناشونال كبيره فيها مكان للنمو، فالسي في بتاعها لازم يبقى بالانجليزي وما بيقبلوش اي سي في بالعربي. هو ده الامر الواقع اللي لازم نتعامل معاه. الانجليزي هو اللغه الانترناشونال الاولى في العمل. طيب السي في بيتكون من ايه؟ بيتكون من الاجزاء دي وهقولها بالترتيب. اول حاجه بحطها في السي في بتاعي هو البيرسونال ديتيلز، اللي هي اسمي، تليفوني، ايميلي، لينكد ان بروفايل، ولو ما عنديش اعمل واحد عشان مهم جدا. وبعدين بحط المدينة والبلد. في بلد زي مصر حيث فيها تجنيد اجباري، فالذكور ممكن تكتب الموقف التجنيدي لان ده مهم في التعيين. وفي بعض الوظائف اللي بتتطلب سواقة عربيات زي السيلز، او لو انا شغال في عقارات او ميديكال راب، او طبعا لو شغال سواق بكتب ان انا عندي رخصة قيادة سارية. انا مش مع ان احنا نكتب العنوان التفصيلي بتاعنا ده خالص لاكتر من سبب. اول حاجة خصوصية البيانات، كفاية عليهم الايميل والتليفون، هم دول اللي محتاجينه عشان يعرفوا يتواصلوا معايا. مفيش حد هيجي يخبط على الباب يديني جوب اوفر. تاني حاجة، انا مش عايز حد يقفل مني مثلا لسبب بعد المسافة. وظيفة في سمارت فيليج ولا في 6 اكتوبر ولا في زايد، وحد كاتب ان هو ساكن في العبور ولا في الشروق، ممكن يقولوا يا ده مشوار بعيد قوي، الشخص ده ممكن يتأخر، الشخص ده ممكن يطلب بدل مواصلات وهكذا. فانا مش عايز اخش في القصة دي خالص، انا بس هكتب كايرو ايجيبت. الحاجة التانية ودي لازم نتعامل معاها برضو كأمر واقع للأسف في شركات كتيرة جدا، في تمييز طبقي. انا مش عايز حد يقول ايه ده ساكن في الحتة الفلانية، لا ده مش متماشي مع ثقافة الشركة. انا مش عايز كده. اي نعم انا مش عايز اشتغل في شركة بتفكر كده، بس في نفس الوقت في امر واقع وانا مش عايز حد يميز ضدي لاي حاجة. نفس السبب مش هكتب فيه الحالة الاجتماعية، راجل او ست. مش هكتب بقى ام واب ومتزوج ومطلق، ملوش اي موقع من الاعراب في السي في بتاعي. في بعض الحالات اللي ممكن يتطلبوا ان الشخص يكون ساكن في نفس الحتة، وده على فكرة طلب مش بروفيشنال، بس برضو احنا بنتعامل مع الامر الواقع. يعني لو شركة بتطلب كده فاتمنى نشوف شركة احسن منها، بس لو هو ده اللي موجود نشتغل فيه ونحطه. بس في الحالة دي نكتب المنطقة، ان هم مثلا نكتب شبرا، المعادي، كذا. مش لازم 14 شارع فلان الفلاني وهكذا. الايميل
الايميل لازم يكون بروفيشنال. عارفين نسبة الناس اللي ما بتتقبلش بسبب ان الايميل مش بروفيشنال قد ايه؟ علشان ايميلهم بودي اندرسكور 69 ولا برنسس اندرسكور اوف اندرسكور ذا ديزرت. الحاجات دي ممكن نعملها بقى على ريدت وديسكورد، ولا نعمل بيها اكاونت شخصي لاي حاجه، لكن ما ينفعش في ايميل شغل ابدا. احط اسمي، ولو اسمي متاخد يعني مثلا شريف علاء او شريف دوت علاء او شريف اندرسكور علاء، لو الحاجات دي كلها at whatever.com. وبعدين لو الحاجات دي متاخده ممكن ازود رقم 04 او حاجه زي كده، او مثلا السنتين بتوع الميلاد بتوعي 95 85 وهكذا. وكمان مهم جدا احط ايميلي الشخصي مش ايميل الشغل اللي انا فيه، لان مش بروفيشنال ان انا احط ايميل الشغل بتاعي. ثانيا انا ممكن اسيبه وانا مقدم على وظيفه هيكلموني ازاي. الحاله الوحيده اللي انا ممكن احط فيها ايميل تاني غير ايميلي البيرسونال لو انا عندي ايميل جامعه مدى الحياه ليا اكسس ليه. في بعض الجامعات لو انت او انت درستوا او اتخرجتوا منها فبيديلكم @كذا.edu مدى الحياه، ده ممكن نحطه. تاني حاجة بعد البيرسونال ديتيلز أنا بنصح نكتب ريزومي سمري، ملخص تنفيذي كده عبارة عن سطرين سطرين ونص. بنكتب فيه إيه؟ بنكتب فيه ملخص حياتنا في السطرين دول، علشان دول من الحاجات اللي الاتش ار او الهايرنج مانجر بيشوفها في ال7 ثواني. في ناس بتقول ان ده مش ضروري، وهو فعلا ممكن الناس ما تحطوش، بس انا مع مدرسة ان احنا نحطه، وان انا شايف ان هو بيفرق كتير جدا وفرق معايا انا شخصيا. بنكتب فيه التايتل بتاعي زي مثلا سيلز ريبريزنتيف، بروجكت مانجر، سوشيال ميديا مانجر، ايا كان البوزيشن بتاعي، with number of كذا years of experience، وبكتب فيه highest achievements. انا هدي example واحد او اتنين وبعدين نطبق الحاجات دي كلها على الوظيفة بتاعتنا. مثلا لو انا شغال digital marketing manager هكتب حاجة زي دي: a digital marketing manager with over 7 years of experience created a digital marketing campaign that boosted conversion rate by 67% year to year, spent 8+ years learning and focusing on search engine optimization او SEO, digital marketing and social media marketing. حاجه زي كده احط فيها ارقام، احط فيها حاجات. انا عايز احط حاجه فيها impact او اثر. ممكن مثلا لو انا project manager اكتب a project manager with 7 years of experience in handling multiple projects at the same time with competing deadlines, overseeing the entire process from planning, implementation and evaluation. I managed projects with a total value of $2.5 million in the last 3 years. حاجة زي كده، مش لازم كوت ان كوت، بس انا بتكلم عن انا ايه، كام سنة experience، عملت ايه، ويا ريت لو في رقم. الجزء اللي بعد كده هو الورك اكسبيرينس. في ناس بتحط education، انا بنصح نحط work experience الا لو الوظيفه اللي بقدم عليها ليها علاقه بالبحث العلمي او بالاكاديميا او بالتدريس، لكن في العادي افضل ان احنا نحط work experience، لان دي برضو من الحاجات اللي بتشد عين الاتش ار الاول، لان الاتش ار او الهايرنج مانجر بيشوف السي في من فوق لتحت مش من تحت لفوق في الغالب. بكتب ايه في الورك اكسبيرينس؟ بكتب كل وظيفه حصلت عليها بالترتيب من الاجدد الى الاحدث. يعني وظيفتي الحاليه لو انا لسه في وظيفه بكتبها هي اول واحده، او اخر وظيفه ليا لو انا دلوقتي ما عنديش وظيفه، وبمشي بالترتيب لحد ما تبقى اخر واحده تحت في الورك اكسبيرينس هي اول وظيفه ليا. ايه النقط اللي بنكتبها جوه الورك اكسبيرينس؟ انا مش عايز نعمل كوبي بيست من السكوب اوف ورك، لان في العادي السكوب اوف ورك معروف. لو حد اتش ار ولا هايرنج مانجر بيعين سيلز ريبريزنتيف فهو عارف السيلز ريبريزنتيف بيشتغل ايه، بيمشي دور تو دور ولا يخبط على ابواب الدكاتره ولا المستشفيات ولا السوبر ماركتات يحاول يبيع البرودكتس بتاعتهم. ده من الاخر ملخص السكوب اوف ورك. اللي انا عايز اعمله هو ان انا احط اتشيفمنتس او انجازات او نجاحات، تحقيق تارجت، ان انا قدرت ابوست مبيعات في الريجن بتاعتي بنسبة كذا في المية في العام المالي الفلاني. لو انا شغال سوشيال ميديا مانجر اقول ان انا قدرت اعمل اورجانيك جروث، الصفحة استلمتها وهي فيها كذا متابع، وصلت لكذا متابع، عملنا الريتش اكسيدد تارجتس. دي الحاجات اللي انا محتاج اكتبها. ممكن اكتب نقطة فيها اهم، يعني بولت بوينت واحدة اهم التاسكس اللي كنت بعملها، بس في العادي احاول اركز على الاتشيفمنتس. عملت كده في اول وظيفه وبخش على الوظيفه اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. اللي فوق خالص بكتب العنوان بتاع، يعني بكتب اسم الشركه،
التايتل بتاعي والفتره بتاعتي، وهنشوف امثله بعد شويه. طيب لو انا ما عنديش بقى ورك اكسبيرينس، انا فريش جراديويت لسه متخرج او ما اشتغلتش لاي سبب من الاسباب، هنيجي بعد شويه اكتب ازاي لو انا ما عنديش ورك اكسبيرينس. بعد الورك اكسبيرينس بتاعي بحط الاديوكيشن او التعليم، بحط فيه المؤهل الجامعي، ولو انا عندي ما بعد الجامعي زي ماجستير او دكتوراه بحطه. ملوش لازمه لو انا معايا متخرج من جامعه، ملوش لازمه احط المدرسه خالص. انا ما حطيتش المدرسه بتاعتي من ساعه لما اتخرجت من الجامعه، بقالي فتره طويله جدا. كمان انا مش لازم احط سنوات الجامعه، انا بنصح ان احنا نحط سنه التخرج، حاصل على بكالوريوس كذا عام كذا. لو التقدير بتاعي بتاع الجامعة كويس احطه، لو مش كويس ملوش لازمة. وليه كمان انا بقول ان احنا منحطش سنوات الجامعة؟ في ناس لسبب او لاخر سقطت دبلرت سنة تقريبا زهقوا فقرروا ينجحوني في الجامعة. طيب فانا مش محتاج ان انا احط ان هي جامعة المفروض تبقى 4 سنين، احط ان انا درستها في 7 سنين، واكتب ان انا حاصل على البتاع بمقبول ورأفة، يعني خلاص انا ملوش لازمة التفاصيل دي كلها. هو في الاخر انا حاصل على الليسانس كذا او بكالوريوس كذا سنة كذا. لو حاجة بتشترط ان انا احط التقدير احطه طبعا بمنتهى الامانة والصدق، لكن انا بتكلم ان مش لازم نتطوع في حاجات مش هتفيدنا. بعد الاديوكيشن ممكن احط السكيلز او اللانجوج، مش فارق الترتيب فيهم. لو بحط اللانجوجز بتاعتي بكتب كل لغة والفلوينسي بتاعتها، يعني مثلا العربي لغتي الام فبكتب Arabic وبعديها mother tongue، النقطة اللي بعدها بكتب English وبعدين بحط مستوايا. لو انا فعلا عامل كورسات وعندي مستوايا B2 C2 كذا بحطها، لو مش كده يا اما بكتب fluent لو انا بتكلم بطلاقة، او بكتب intermediate لو انا بتكلم نص نص، او لو انا يعني بفك الخط فيه بالعافية فبكتب beginner. ونفس الكلام لو عندي لغة كمان فرنساوي او الماني او ايطالي. بعد كده بحط سكيلز. سكيلز دي منقسمة إلى حاجتين، الهارد سكيلز والسوفت سكيلز كما يقال عليهم. أنا مش لازم أكتب العنوان هارد وسوفت سكيلز، بس الهارد سكيلز هي أو التانجبل الملموسة الممسوكة، هي سكيلز تكنيكال بتعلمها في الشغل. أنا بعرف أعمل يو اكس ديزاين مش عارف إيه، بعرف أعمل باك إند كذا، بعرف أعمل حملات مش عارف إيه، حاجات تكنيكال. سوفت سكيلز أو الانتربيرسونال سكيلز حاجات زي problem solving، تايم مانجمنت، حاجات زي كده. دي حاجات ممكن نحطها، بس حاجه اساسيه لازم نحطها في السكيلز هي الكمبيوتر سكيلز. انا مش بتكلم عن الناس اللي متخصصه في الاي تي، انا بتكلم عن حد جاي يشتغل في اي حاجه، بس احنا دلوقتي شغلنا كله في كمبيوترات. لازم اكتب ان انا بعرف استخدم الكمبيوتر، الاستخدامات اللي مطلوبه في الوظيفه. فمثلا ممكن اكتب full command of Microsoft Office Suite 365 لان هو ده خلاص معروف ان هو جواه باوربوينت واكسل ووورد واوتلوك وكذا، فدي حاجه بعملها. لو انا واخد سيرتيفيكت معينه وسيرتيفيكت قويه طبعا بحطها. طيب لو انا متخرج جديد وما عنديش ورك اكسبيرينس اعمل ايه؟ هنا بقى يجي مكان للفولنتيرنج واكسترا كوريكولر اكتيفيتيز او التطوع والانشطه الخارجيه. الانشطه بقى اللي كنا بنعملها في الجامعه، مش هقول ان انا طلعت رحله، لكن هتكلم مثلا لو انا كنت في نموذج جامعه الدول العربيه او الامم المتحده، دي حاجه من الحاجات اللي انا كنت بحطها في الاول وانا بقدم على انترنشيبس قبل ما يبقى عندي ورك اكسبيرينس. دي الحاجات اللي انا ببرزها، وبقول مثلا ان انا كنت في اكاديميك كوميتي ولا في اورجنايزنج كوميتي واتعلمت كذا، عملت انترفيوهات لناس، اتعاملت مع، لو انا مثلا في الاورجنايزنج كوميتي هقول اتعاملت مع سبلايرز وشركات وجبت عروض، حاجات ليها علاقه بالشغل وبروفيشنال. لو حاجات زي انا كنت مثلا في الاكاديميك كوميتي فبكتب ان انا عملت ريسيرش وعملت انترفيوز للناس واي ديليفرد سيشنز. فدي كلها انشطه. انا بدي نموذج عن اللي هو النموذج بتاع جامعه الدول العربيه والامم المتحده، لكن اي نشاط جامعي اتعمل. حد بقى اتطوع في جمعيه كذا، عمل زي زيارات ميدانيه لكذا، ده مكانها. ولو ما عنديش ادور على حاجه اتطوع فيها، لان صعب ابعت سي في فاضي ما فيهوش غير education فقط. ادور على اي حاجه اعملها بدون مقابل، وهو ده الوقت اللي انا هتعب فيه وادور فيه. لقيت اي حاجه بمقابل اهلا وسهلا، ما لقيتش لازم احط حاجه. صعب جدا، قليل جدا لما بيتقبل سي في فاضي تماما، فلازم اعمل حاجه.
مش بقول ان انا مستحيل اتقبل في حاجه كفريش جراديويت، واحد لسه متخرج وانا السي في بتاعي ما فيهوش الحاجات دي، بس بقول ان اكيد فرصي اعلى لو انا عندي. فلو انا ما عنديش اي خبره لازم ادور على حاجه اتطوع فيها، اعملها واخد كورسات كمان، والكورسات تتحط فيبقى عندي حاجه، مش ان هو واحد دخل الجامعه وقعد كده وخلاص. لان انا بالنسبه لي كشركه عندي 2 فريش جراديويتس، بس في واحد بيوريني ان هو مجتهد او هي مجتهده، اخدوا كورسات، عملوا تطوع، عملوا انشطه طلابيه، ما كانوش بس قاعدين يخرجوا وقت الدراسه. فلو انا لسه في الجامعه احاول اشترك في انشطه طلابيه خلال السنه، او اعمل اي تدريب او تطوع او كورسات في اجازه الصيف. ولو انا اتخرجت بالفعل وخلاص ما فيش وقت للانشطه، اخد كورسات وادور على اي تطوع او فولunteering، هيفرق معايا جدا جدا. جينا لفقره الاخطاء والكوارث اللي بتتعمل في السي في، واللي بسببها الناس ما بيجيلهاش انترفيوز ولا جوب اوفرز. اللي لسه مشتركش في القناه دوسوا سبسكرايب علشان القناه تكبر وتوصل لاكبر عدد من الناس، واعملوا لايك للفيديو علشان تشجعوني على الاستمرار في تقديم محتوى زي ده، واشوفكم الفيديو الجاي.